يا اهلا بيكم. النهارده احنا مش جايين نتكلم في السياسه وبس، احنا جايين نتكلم في لقمه العيش. لو فاكرين ان اللي بيحصل في مضيق هرمز ده بعيد عنكم تبقوا غلطانين. النهارده الاثنين 23 مارس 2026، العالم كله واقف على رجل واحده. مهله ترامب لايران بتخلص والنفط قرب فوق 126 دولار والذهب بيتهز، يعني حرفيا قفل الحنفيه. في هرمز معناه نار في الاسعار في كل بيت في الكوكب. تعالوا نعرف الحكايه من اولها، وليه المضيق ده هو خناقه العالم الكبيره. بصوا معايا على الخريطة. مضيق هرمز ده حتة ممر مائي صغير، طوله 280 كيلو وعرضه في أضيق حتة 33 كيلو بس. يعني لو وقفت في ناحية ممكن تشوف الناحية التانية بالعين المجردة. الممر ده بيفصل بين إيران وسلطنة عمان، وهو البوابة الوحيدة اللي بتخرج بترول الخليج للعالم. قانونيا الدنيا ملخبطة، عمان ماشية رسمي، لكن إيران بتقول دي ميتي الإقليمية وأنا حرة فيها. ومن هنا بتبدأ المشاكل كل شوية. عشان تفهموا الأزمة خلونا نتكلم بلغة الأرقام اللي ما بتكدبش. 21 مليون برميل نفط ده اللي بيمر من هنا يوميا، يعني خمس استهلاك الكوكب كله. 20% من الغاز المسال لأوروبا اللي بردانة. الصين اللي بتصنع ما يقدروش يفتحوا مصنع واحد من غير الغاز اللي بيمر من هرمز. الأسعار، النفط وصل ل 113 دولار النهارده الصبح، وفي كلام انه لو فضل مقفول ممكن يلمس ال 200 دولار. متخيلين يعني ايه؟ يعني تضخم عالمي هياكل الأخضر واليابس. ايه اللي وصلنا لهنا؟ الحكاية بدأت في 28 فبراير اللي فات. شرارة الحرب ولعت بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية تانية. إيران ردت بأقوى ورقة عندها اللي هي قفل المضيق. النهاردة احنا في ساعة الصفر ترامب طلع بلهجته المعروفة وقال قدامكم 48 ساعة تفتحوا المضيق وإلا هنسوي محطات طاقتكم بالأرض. إيران تسكت؟ لا طبعا. إيران ردت لو ضربته مش هنسيب محطة طاقة ولا تحلية مياه في المنطقة كلها سليمة. خناقة تكسير عظام، والضحية هو الاقتصاد العالمي. ليه الأزمة دي ترند ومختلفة المرة دي بجد؟ لأن البدائل شبه مستحيلة. الأنابيب اللي في السعودية والإمارات ما تشيلش أكتر من 17% من الكمية، يعني في 83% عجز ملوش حل. وده اللي خلى بنوك عالمية زي جولدان ساكس ترفع توقعاتها للأسعار مرتين في أسبوع واحد. احنا قدام أكبر صدمة طاقة من سنة 1973 ويمكن أخطر. في النهاية مضيق هرمز ده مش مجرد مية وسفن، ده ترمومتر استقرار حياتنا اليومية. الساعات اللي جاية هي اللي هتقول لنا احنا رايحين لفين، لتهدئة ونفس عميق ولا داخلين في نفق مظلم اخره انفجار سعري ملوش سقف. انا شيماء توفيق، ودي كانت قصة خناقة العالم النهاردة. قولولي في التعليقات تفتكروا ترامب هينفذ تهديده ولا ايران هي اللي هتكسب جيم المصالح. كانت معكم الشيماء توفيق في الدنيا مقلوبة، ويا رب نعرف نستقر. باي باي.